وشرحنا النهارده ازاي نقدر نحمل لعبة وورزون على الاندرويد والاي او اس، وكمان ان احنا نقدر ننشئ حساب بلعبة وورزون، وان احنا نلعب اللعبة بدون في بي ان. وبالنسبة للاندرويد فاحنا هندخل على جوجل ونكتب في البحث اي بي كي بيور، ونحمل البرنامج دوت ونحمل منه لعبة وورزون تبقى معاه للاخر. وزي ما انتوا شايفين قدرت من على جوجل ان انا احمل ابلكيشن اي بي كي، وان انا محمله قبل كده، بس انا هضغط على كلمة تحميل بس قدامكم ان انا محمله. وهندخل نسطب البرنامج، وبعد ما نسطبه ندخل نفتح الابليكيشن وبنكتب في البحث وورزون موبايل. ولاحظ معايا ان انت لازم تختار اول لعبة لان التانية هي نسخة مصغرة من اللعبة، وبتضغط على السهم ده واللعبة بتنزل معاك. وبالنسبة للاي او اس فاحنا هنروح على الاب ستور نغير المتجر بتاعنا لاي بلد لاستراليا. وزي ما انتم ملاحظين انا هكتب في البحث وورزون موبايل وهيظهر لي في اللعبة تسجيل مسبق لان المتجر عندي مصري. تعالوا معايا نحوله لاسترالي. واول حاجه نعملها واحنا هنضغط على العلامه اللي ظاهره قدامنا في الشاشه، وبعد كده بتضغط على اسم الاي كلاود الخاص بيك، وبعد كده بنضغط على البلد والمنطقه، وبيحمل معاك شويه وبيظهر لك هنا خانه بتضغط عليها تغيير البلد والمنطقه، وبعد كده بنختار بلد استراليا. وبعد ما اضغط موافقه بيجيب لي هنا بيانات ان احنا لازم نملاها. اول حاجه نعملها واحنا لازم نختار كلمه نون، وبعد كده هننزل تحت وهنكتب في أول خانة سيدني، والخانة التانية هنسيبها فاضية، وفي الخانة التالتة في البوست كود هنكتب 938، وفي الخانة الرابعة برضه هنكرر نكتب سيدني، وفي الخانة الخامسة في الستيت هنختار من القايمة اللي هتظهر قدامنا ساوث استراليا. وبالنسبة لرقم التليفون فاحنا هنكتب في أول خانة 1 2 3، وفي الخانة التانية من 1 ل8. وبعد كده بنضغط على كلمة نيكست وبيحمل معانا شوية، وبكده احنا قدرنا نغير المتجر بتاعنا الاسترالي. وهنروح للبحث ونكتب وورزون موبايل وهيظهر قدامك انك تقدر تحمل اللعبة، بس انا هنا محملها قبل كده فظهر كلمة اوبن. وبعد كده احنا لازم نحمل الفي بي ان ده، والفي بي ان ده مجاني 100%. وهروح لكم على الاب ستور وهتكتبوا في البحث ساتوشي في بي ان، وزي ما انتم ملاحظين هيظهر قدامكم، اللي هيظهر قدامكم ده هو اللي تحملوه اللي مكتوب عليه كلمة ابديت. وبعد ما نحمل الفي بي ان هنروح نشغله، ولازم تختار يا اما السويد يا اما المانيا، واللي احسن ان انا بستخدمه هي المانيا. وبعد ما حملنا اللعبة وحملنا الفي بي ان واخترنا البلد بنروح نفتح اللعبة، ولو في اي تحديث داخلي تسيبه على راحتها، اوقات بتحمل في دقيقتين، اوقات في 5 دقايق، اوقات في ربع ساعة. ما تقلقش، لا ترستره ولا تعمل اي حاجة، سيبه يحمل على راحته. وقبل ما ندخل على الخطوة الجاية ما تنساش تضغط لايك وتضغط اشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد فيما يخص لعبة وورزون موبايل. والخطوة اللي بعديها احنا هنعمل حساب وهنضغط على كلمة ساين اب، وهتودينا على صفحة انشاء حساب، وهنكتب المعرف بتاعنا اللي هو الاسم تبعنا والبريد الالكتروني الخاص بينا، وبعد كده كلمة المرور، وهنختار من البلد ما البلد تبعك، او انا مثلا عشان انا مختار مصر. وبعد كده هتعمل المطلوب منك، وبعد كده هتضغط على علامات باللون الاخضر وهنضغط على كلمة الاشتراك. وركز معايا هنا وهيظهر لك فوق رسالة على البريد الالكتروني ان احنا عملنا بيه الحساب، بتدوس على الرسالة ديت وبندخل نعمل تأكيد للحساب زي ما موضح قدامك كده في الفيديو. وبعد كده بتظهر لك الصفحة ديت وبيكون الحساب جاهز، وبعد كده بنرجع للعبة تاني. وركز معايا هنا انا في الخطوات دي كلها انا لسه سايب الفي بي ان شغال زي ما واضح قدامك كده. بعد كده هنروح للعبة، وبعد كده بنضغط على كلمة لوجن وبنكتب البريد الالكتروني والباسورد الخاصين بينا، وبتفتح معاك اللعبة عادي جدا وبدون اي مشاكل. واستنونا تفتح اللعبة ونرجع لكم. وبعد ما فتحت معانا اللعبة بتختار اي خيار من الخيارات اللي ظاهرة قدامك ديت، وبعد كده بيدخلنا على مرحلة التدريب. وبعد ما تخلصوا مرحلة التدريب هوريكم ازاي اللي احنا نقدر نشغل اللعبة بدون في بي ان. وبعد ما خلصنا مرحلة التدريب ورجعنا للوبي، ركز معايا في الخطوات اللي جاية دي، هي سهلة جدا. كل اللي عليك ان انت وانت مشغل الفي بي ان انت هتدوس بلاي، هيظهر قدامك البنك. بعد كده هنرجع للخلفيه نطفي الفي بي ان، وبعد ما نطفيه نرجع للعبه تاني عادي سايبينها شغاله في الخلفيه. هترجع للعبه وبتنتظر دقيقتين، وبعد كده تدوس كلمه بلاي. وزي ما واضح قدامك انا لسه ظاهر البنج قدامي واللعبه هتدخل، وانا مش هقطع عليكم الفيديو وهسيب لكم الفيديو قدامكم واللعبه هتدخل.
وزي ما انتوا شايفين اللعبة دخلت معايا عادي جدا بدون اي مشاكل، بدون تهنيج، بدون تقطيع. وهوريكم ان انا هطلع من الجيم وهدخل مود تاني وانا مطفي برضو الفي بي ان ومفيش اي مشاكل. وكدليل على كلامي انا هطلع اهو سايب اللعبة في الخلفية وهدخل لكم الفي بي ان وقدامكم اهو الفي بي ان مطفي، وهرجع للعبة تاني واللعبة انا لسه جوه الجيم وشغالة معايا عادي جدا. وزي ما ظهر قدامكم دلوقتي انا رجعت للوبي واخترت مود تاني او خريطة تانية عشان العبها واوريكم ان انا هدخل برضو خرايط تانية كلها او اي جيم براحتي بدون في بي ان. ظهر معايا نفس البنج عادي، بس البنج ده عندي عشان انا فاتح تصوير. وهوريكم اللعبة هتدخل معايا عادي جدا بدون اي مشاكل وبدون برضو تقطيع وبدون اي لاج. وزي ما واضح قدامكم اللعبة دخلتني واشتغلت معايا عادي جدا في المود دوت. وما تنساش لو عجبك الفيديو واستفدت ونجحت الطريقة معاك تكتب لي في التعليقات.